الاتحاد. علمنا من مصادرنا بأن هناك مفاوضات بدأت تدخل مرحلة جدية مع لاعب اتحادي جديد يلعب في منطقة المحور، وهو اللاعب حسب مصادرنا هو اللاعب سعود كريري لاعب الاتحاد. حسب مصادرنا اللاعب أبدى رغبته بالرحيل عن أو ترك الاتحاد، رغبة طبعا شفهية، وبالتالي يعني وصلت هذه الرغبة إلى عدد من الأندية، من ضمنها بالتأكيد هي أندية خليجية قطرية وإماراتية. المصادر تؤكد بأن الجيش القطري الذي فاوض اللاعب محمد نور، والذي يعني حتى الآن لم يتحدد شيء رسمي حول انتقاله من بقائه، ولكن نؤكد بأنه يعني مسألة وقت فقط. المصادر تؤكد من نفس الوفد اللي جاي لاتفاق مع أو يوقع عقد انتقال محمد نور هو أيضا لديه عرض لسعود كريري لاعب الاتحاد. في ذات النادي المصادر تؤكد أن عضو شرف أو عضو مجلس إدارة اتحادي سوف يسافر إلى المغرب لإنهاء صفقة لاعب الوداد المغربي الذي يلعب في منطقة الهجوم. هذه الأنباء اللي وصلتنا قبل قليل، أحد الأخبار العاجلة، وهو لاعب أونداما لاعب كونغولي يلعب في الوداد المغربي، وسوف يعني عضو مجلس الإدارة سوف يسافر في الأيام القادمة لتوقيع أو لإنهاء الصفقة معه فيما يخص هذا